متابعي قناة الخبر اليقين 24، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. غادي نقدموا للسادة المتابعين تفاصيل نتاع اللقاء اللي عقدته الحكومة مع النقابات بخصوص التقاعد، ولكن قبل البدء كنتمناو منكم ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش هكا دائما توصلوا بجديد الأخبار. عقدت الحكومة نهار الأربعاء 17 دجنبر لقاء مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتح العلوي ومدراء صناديق التقاعد الأربعة وممثلي وزارة التشغيل وإصلاح الإدارة لمناقشة ملامح إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب وسط نتاع التباين واضح في المواقف بين الطرفين، أي ما بين النقابات وما بين الحكومة. في هذا السياق أوضح محمد الحطاطي عضو اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد أن النقاش انطلق أساسا حول تعزيز الإجراءات والتدابير اللي مرتبطة بالتصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تقديم لمحة عامة حول مستوى المعاشات المعمول بها داخل مختلف صناديق التقاعد. كذلك أضاف محمد الحطاطي عضو اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في واحد التصريح ديالو على جريدة أشكاين الإخبارية أن المرحلة الثانية من النقاش كتهم الوقوف على وضعية كل صندوق على حدة وتشخيص الإكراهات والمشاكل اللي كيعرفها. وأشار كذلك إلى أن اجتماع 15 يناير 2025 أي غادي يكون واحد الاجتماع غادي يعقب اجتماع 17 هو اللي غيكون هو نهار 15 يناير 2025 المرتقب عقده بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غيكون مناسبة لفتح النقاش حول الوضعية الحالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن النقابات أكدت خلال اللقاء على أن عددا من صناديق التقاعد كتعاني من اختلالات مرتبطة بسوء الحكامة. وشدد كذلك العضو نتاع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مطلب استرداد أموال الصناديق والتصريح الكامل كذلك بالأجراء خاصة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما كنلاحظوا فبزاف نتاع المشغلين كيكون خدام عندهم شي أجير ولكن ما كيصرحوش به، لذلك وقعت هذه الاختلالات حسب التعبير ديالهم. وأكد الحطاطي أن النقاش الحالي كيتركز على دراسة وضعية كل صندوق بشكل مفصل قبل بلورة أي تصور يمكن الاشتغال عليه مستقبلا، لافتا إلى أن الحكومة لم تقدم إلى حدود الساعة أي تصور واضح للإصلاح. وسجل المسؤول النقابي أن الخطاب الحكومي كيركز على قرب تواريخ الاستدامة واحتمال إفلاس بعض الصناديق مثل صندوق التقاعد صندوق المغربي للتقاعد، في حين أن الوضعية المالية لهذه الأخيرة لم تعد بالخطورة اللي كانت عليها في السابق، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أجور الموظفين. وكذلك كما لاحظنا البارح في الفيديو الأخير اللي كنت نزلت على القناة المصادقة على الزيادة الثانية في أجور الموظفين. وتأتي هذه المواقف في سياق معطيات كتشير إلى تركيز الحكومة على سد العجز المالي على المدى القصير في مقابل انتقادات كتتعلق بضعف مردودية استثمارات صناديق التقاعد التي ظلت كتودع أموال بعائد ما كيتجاوزش 3% لدى صندوق الإيداع رغم وجود بدائل أكثر نجاعة. وكيتزاد الجدل حدة مع مشروع النظام الموحد للتقاعد القائم على قطبين، حيث كتحذر النقابات من أن يؤدي الدمج الشكلي إلى تعميق الهشاشة، مؤكدة أن أصل الإشكال كيكمن في ضعف قاعدة المنخرطين وليس في الرفع من الاقتطاعات أو تقليص للمعاشات. ومع اقتراب اللقاء المقبل اللي قلنا سابقا أنه غادي يتعقد نهار 15 يناير المقبل، كتصاعد المخاوف من أن يتحول الحوار إلى مجرد واجهة شكلية في ظل غياب جدول أعمال واضح ومذكرات حكومية رسمية، ما ينذر بمزيد من التوتر الاجتماعي إذ استمر منطق الإصلاح الأحادي دون توافق فعلي مع الشركاء الاجتماعيين.